كمان مخرفشه. اللهم بارك. لو عاوزه بسكوتك يبقى مخرفش كده، هنحط في العجان نص كيلو زبده صفرا بدرجة حرارة الغرفة، واضربيها ضرب مبرح بالمضرب الكهربائي، وأول ما لونها يبتدي يتغير حطي معلقتين سمنة بلدي، تعملي أحلى بسكوت في بيتك، ولا الحوجة للبسكوت أبو 40,000 جنيه ده. وأول ما وصل للون ده ضفت 400 جرام سكر، ونكمل ضرب. كابتن هو كله ضرب مفيش شتيمه ولا ايه؟ واول ما يوصل للون ده نضيف 3 بيضات، وهتاخدي النتيجه افضل بكتير لو البيض من نفس الفرخه. هحط باكت فانيليا، معلقه صغيره فانيليا سايله، وبعد كده اكمل ضرب واضيف باقي البيض وعليه الفانيليا. بعد البيض ربع كوبايه لبن دافيه ومعلقه صغيره نشادر، وقلبيهم لغايه ما تفور ونزليها على الخليط. وما تقلقيش، فوران النشادر خير. بعد كده هضيف كيلو دقيق بشكل تدريجي، وحطيت مع الدقيق معلقه بودر ومعلقتين كبار كاستر، وده سر الخرفشه. بعد كده هقلب بالسباتولا عشان المضرب مش هينفع هنا، واقلب لغايه ما الدقيق يتشرب السمنه. خلي بالك انا زودت 50 جرام من الدقيق عشان العجينه تظبط معايا كويس. هغطي العجينه واسيبها تريح ربع ساعه، وانت كمان ريحي جنبها عشان تقدري على تنظيفه الايدي اللي وراكي. ولازم اعمل تجربه للعجينه قبل ما اشتغل فيها. ما شاء الله العجينه زي الفل ومظبوطه. ملاحظه، لازم تدهنوا الصينيه زيت قبل ما تحطوا العجينه عليها، وما تنسوش تعملوا متابعة. التسوية، الفرن يكون مسخن مسبقا لمدة 10 دقايق، والبسكوت يخش في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة، وتابعيه. الله أكبر، أنا طلع معايا من الكيلو 2 كيلو وكم بسكوتة. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتبعتوا لنا رأيكم. سلام.